أنا جيلاني تلمودي من منظمين حركة النهضة من سنة 1976. بديت في رادس فهمتني، وخدمنا لله عز وجل فهمتني، وكان ديما غرضنا رضا الله عز وجل فهمتني. ما كناش نحسبوا لا مساجد لا سجون ولا مناصب ولا حتى شيء، كان همنا الوحيد رضا الله عز وجل. نجم نشوفوا حالتك يا تفضل. هذه سيروز جاتني من الوقت اللي كنت نخدم في بوزيز، أنا نكريموجين وكل الوضعية اللي صارت في بوزيز في بدأت من ديسمبر 17 ديسمبر 2010 فهمني، حتى في وسط بوزيد أصلا، معناها ما بين الولاية والمنطقة ومركز اتصالات تونس، ومعناها هذيك معناها الخدمة متاعي، وهذيك معناها وين نسكن، ونهار كامل واحنا نشمو فك لاكريموجين ونسنا على أعصابه وستريس، وحتى تغذية معناها ما هيش لكن كل واحد يقعد على طرف جبنه وقديمة خبز معناها على نهار كامل 24 ساعة. ما حسبوش حتى من جرحى ثورة؟ لا حسبوني جرحى ثورة ولا حتى شيء، لا مضطرين ثورة. لا أخ كريم. السلام، أنا محمد عبد المنعم التلمودي، ولد جيلاني التلمودي. أنا انجينيور جيني سيفيل، تخرجت عام ناول بطال فهمتني، متفرغ لوالدي، رعاية الوالدي، وأنا معناها باش نعطيه من الكبدة متاعي باش ينجم يتعالج ويبرأ، لكن قعدت عام وشوية بطال على خاطر سي عبد اللطيف المكي، وعدنا كل مرة وزير الصحة كل مرة يقول لنا هاو المرة هذه هاو باش يخرج، هاو الشهر هذا، هاو 15 يوم هذوما فهمتني، هاو كل مرة هاو ما باش يعمل عملية المرة المدة هذه، هاو كذا كل مرة يمني فينا وما فما حد شيء تو فهمتني. آخر مرة مشينا كلمناه الجمعة اللي فاتت، قابلناه نهار الخميس فهمتني، قال لنا أو باش نتصل باش اسمه بالمستيري وباش تنسقوا انتم وياه، والتوا عطانا رد. المستيري هذا شنو هو ليه بالتبرع بالاعضاء في تونس فهمتني، والتوا ما فما شيء فهمتني. ونحب انا نزيد نعلموا انه كنا قبل ما يجي هو للوزاره فهمتني، كنا في عهد البيجي قايد السبسي باش نخرجوا فهمتني، وكان باش يخرجنا وكل شيء، جاء هو وقف كل شيء وقال لنا باش نرجعها لتونس. قعدنا نستناو فيه عام و4 شهور وما فما حد شيء، كل مرة يمني فينا هاو الشهر هذا هاو كذا، وصحته عمال تدهور وتتوخر ومانيش عارفين نحن الوقتاش باش يقعدوا نستناو فيه. واخر ما الاخرات غزر هكا قال الدوسي ما في باليش بيه ما نعرفوش فهمتني، يحكي مع اشخاص قالوا ما نعرفوش فهمتني، ما عرفش احنا معناها يا نحن نكذبوا يا هو نحن يا خويا مخلف معناها. واحد الدار كل العائله كلها متوقفه على حاله الوالد، حد ما ينجم يتحرك، حد ما ينجم يخدم، عائله كلها واقفه، وسي عبد اللطيف مش لنا فهمتني. تمشي له تقول يبدا يحكي معنا السيد عادي معناها نحكي معاه باش نحكي مع روبو فهمتني، فهمت، يحكي معنا بلغه التصعيد، معناها احنا كيفاش نرجعوا لعهد البايد ونرجعوا درا شنو وكليك باللغه هذيا فهمت. نحن ما طلبناش مزايا، طلبنا بحقنا في العلاج، يا باش تعالجنا يقول لي خلينا نتوجهوا للخارج. بالنسبه لنا احنا انه هو خدم حقه العلاج، من حقه كمواطن عادي من حقه للعلاج، خاطر عنده منظومة تغطية عنده موجودة وعنده أموره كلها واضحة. ما فهمتش أنا علاش هالتعطيلات اللي قاعدة تصير. ممكنش يعني أمورهم إدارية ولا فماش كون قبله فماش. لا هو تيد دو ليست
فهمتني؟ منجي سليم من عند الطبيبة قالت لنا العملية الجاية كان فما معناها باش تتعمل ولا حاجة راهي السيد تلمودي على خاطره حالته ما عادش تصبر. يعني بالأولوية بالدوسي ميديكال وكل شيء وبالتحاليل واخر مرة عملنا سكا واثبتت هذايا وقعدت مع الطبيب اللي على اساس انه باش يعمل العملية الى رانا سيبوا جمعة مدة شهر قالت لنا وتعمل العملية الى رانا كل شيء وقف. مشينا نحكيو معاه سي عبد اللطيف دخلنا من الباب وخرجنا من الخوخه بالكلام. يرمي في الكوره لجماعه الشؤون الاجتماعيه للكنام تويكا قال لك هما ما فماش فلوس اللي العمليات هذه تنهكش تاخذ نسبه كبيره من الواحد نسبه كبيره من بيجي الدولة، لكن هذايا إنسان يعمل تغطية في حياته بعد ما يلقاهاش وقت المرض نتاعو معناها ليش مجعولة؟ كان احنا ما نلقاوش للتغطية للدواء وكليك ليش مجعولة هذه واحد؟ لكن احنا هنا تويكا نطالبوا معناه بحقه للعلاج. كان هنا في تونس ولا خارج تونس حقه العلاج كمواطن تونسي. عندكش حاجة تعمل؟ أنا نحب نوجه رسالة سي عبد اللطيف، فهمت، اللي هو وزير الصحة اللي هو مسؤول على صحة كل تونسي وهو مسؤول على حياة كل تونسي. أنا ما نسامحوش قدام ربي وقدام الشعب التونسي الكل إنه كان الوالدي يتوفى بسبب المرض هذا وما يتمكنش من المعالجة، وهو المسؤول على كيفي وعلى كيف حالة والدي وحالة الناس الكل، إنه يعطيهم في أمل كاذب. يا خويا كون عندك صريح وكون عندك كلمة وموقف، قول لي واعطينا حاجة تثبت لي انها تقول لي تنتصرف. المهم ما تقولش هاي الجمعة الجاي هاي الشهر الجاي ولا ما في باليش. انا نحملوا اي مسؤولية نحملوا المسؤولية انه والدي قعد عام و4 شهور في الفرش خاطر كان باش يتبعث وهو جاي وقف الحكاية، ونحملوا المسؤولية كان يموت روح بابا في رقبته.